السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالي بسرعة. معلومات كتير غفلانين عنها ومش واخدين بالنا منها. حاجات في البيت هنديكوا نصايح بطريقة سريعة. اوعي تحطي البطاطس جنب البصل. ليه بقى؟ علشان البطاطس بتطلع منها رطوبة وغاز طبيعي بتخلي البصل يبوظ بسرعة. يعني البصل ده تحطيه لوحده كده وانتي مخزناه. تاني معلومة، وانتي بتقلي الزيت، وعشان الزيت سعره بقى غالي اليومين دول، هتحطي حبة خل قليلين جدا. ده بقى مش هيخلي البطاطس تاخد منك زيت كتير في القلية. تالت معلومة، لو عاوزة الموز يفضل وقت طويل جدا 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 سليم وزي الفل، غطي راس الموز بالألمونيوم أو البلاستيك، وهتبصي تلاقي لونه زي ما هو وطعمه زي ما هو. طبعا احنا عارفين الشيبسي مفيش داعي خالص منه، يا ريت نعمل لولادنا فشار بدل منه. لما بتحسي بألم وانتي بتسرحي شعرك في فروة راسك، ده معناه ان في مشكلة عندك في فقر الدم وشعرك هيقع. لما بتكتمي العطسة بيحصل ايه بقى؟ تلف للأوعية الدموية في العين وانزلاق غضروفي بفقرات أسفل الظهر. ومش بس كده، وكمان تلف غشاء طبلة الأذن والطنين وكمان البواسير. محدش يكتم العطسة. عشان نخلي النمل ما يروحش للسكر نحط عودين قرنفل، وهو مش ممكن ابدا يقرب لبرطمان السكر. عشان تخلي البرتقان كميته كبيرة جدا جدا، حطي البرتقانة في مية سخنة لمدة ساعة قبل ما تعصريها. حبة قرنفل في اليوم ليها منافع كبيرة جدا جدا. حبة قرنفل لو خدتيها الصبح مضغتيها وخليتيها في فوق بقك طول اليوم، ايه اللي بيحصل؟ بيحصل ان بيكون في ذاكرة قوية، والصدر او القلب نضيف من غير سعال وكحة. ومش بس كده، المفاصل بتقوى والبطن بتنضف والمعدة بترتاح وفمك دايما هيكون ريحته كويسة. وكمان الكبدة هي مفيدة ليه والكليتين وبيقوي النظر. خلي بالكم ان شرب دواء الكحة خدعة وأكل لأموال المرضى، وأن الماء الساخن مع الليمون والعسل أفضل مليون مرة من أدوية الكحة. وده مصدر مأخوذ من دكتور فهد الخضيري، بيأكد الكلام ده وبيقول اعملوا بيه. الرئتين كلنا عارفين اللي بيقويهم القرنبيط والبروكلي. وجبتهم المفضلة القرنبيط والبروكلي. لو عاوزة تحافظي على الرئة، قرنبيط وبروكلي. لو انت بتشربي المية وانت جالسة بيذهب من جسمك كل الترسبات الضارة والترسبات اللي بتسبب حصوات الكلى. اما لو شربتي 3، طبعا ايه اللي بيحصل؟ يعني بتشربي وتوقفي عن تنفس، الجسم بياخد اكسجين وبيدي انسولين للجسم، والانسولين بيحمينا من مرض السكر. عشان كده دايما الرسول صلى الله عليه وسلم وصانا واحنا بنشرب المية 3 مرات على 3 مرات، الاولى والتانية والتالتة. المشي عبارة عن ايه؟ المشي بيعالج حاجات كتير، السمنة، وبيعالج العظام والقلب والاكتئاب والسكر والمفاصل وتقلب المزاج والجهاز التنفسي وضغط الدم والكوليسترول. اي حد عنده المشاكل دي كلها امشي، خد بعضك واتمشى. اتمشى في اي وقت، بالليل، الصبح، بالنهار، في اي وقت هيزيلك الاكتئاب، جسمك هيقل، السكر هيروح، المفاصل هترتاح، كل حاجة. السمسم صيدلية كاملة من الكالسيوم. تمام. كل الناس اللي بتعاني من هشاشة العظام لازم تاخد معلقة سمسم يوميا، لان المعلقة الواحدة من السمسم بتعادل 7 كؤوس من الحليب، يعني 7 كوبايات من الحليب. طبعا بمثابة معلقة سمسم. عشان كده الناس اللي عندها هشاشة في العظام كل يوم الصبح اول ما تقوم من النوم خد لك معلقة سمسم كبيرة، دي بمعدل 7 كوبايات من الحليب، وبتقوي جدا 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 الكالسيوم. طيب، الزيتون على فكرة بيحمي القلب والعين وبيقلل الضغط ومضاد للشيخوخة والأكسدة المزمنة وكمان من الخلايا السرطانية. عشان كده دايما الزيتون ما يخلاش من بيتك. خليلي زيتون بكمية رهيبة، لأنه مفيد للقلب والعين وكمان بيقلل الضغط وكمان بيحمي من الخلايا السرطانية.
نص كيلو من التوت بيغسل الكبد من السموم كل 6 اشهر. عايزة تغسلي كبدك من السموم لمدة كل 6 اشهر، جيبي التوت بتاعنا. التوت بتاعنا. طيب نقص فيتامين 12 بيحصل ايه؟ دوخة، بيبقى عندك فقدان اتزان، بتنسي كتير جدا جدا، وتنميل الاطراف. فده هنا فيتامين بي 12 ده ناقص عندك. طيب الطحينة مفيدة جدا اللي عندهم فقر دم، لان هي غنية بالحديد. اكتر حاجة بتعلي الهيموجلوبين في الدم هو الطحينة، عشان كده دايما الناس اللي عندها فقر دم كل طحينة. بالنسبة للكاندي والمسليات استبدلوها بالفواكه المجففة، اهي دي بتعتبر اخف ضرر واقل مخاطر. عشان اتخلص من الغازات اخد جنزبيل او زنجبيل مع ليمون، في الوقت هيبقى عندك راحة غير عادية. تجاهل وجبة الافطار خلي بالكم بتزيد من امراض تصلب الشرايين، لازم تفطر علشان تحمي نفسك من مرض تصلب الشرايين. الركب والمفاصل الوجبة بتاعتهم المفضلة زيت الزيتون، دي معروفة. عصير الجزر بيخفض من الكوليسترول لأنه بيساعد على إخراج الدهون من العصارة الصفراوية في الكبد. دكتور فهد بيقول علماء الطب الجزيئي البلجيكي بيثبتون بعد 9 سنوات من الأبحاث أن السكر الذي يغذي وينمي الخلايا السرطانية، بمعنى أن السكر بيساعد في انتشار السرطان. العادات السبع المدمرة للدماغ، تعالوا نشوفوا ايه هي السبع حاجات اللي بتدمر الدماغ. ان انت تلغي وجبة الفطار، ان انت تسهر، ان انت تناول سكريات بكثرة، ان انت تنام في النهار، تتناول الوجبات خلال مشاهدة التلفزيون، يعني تبقى بتاكل وانت قاعد بتتفرج على التلفزيون. ارتداء الجوارب او القبعة غطاء الرأس اثناء النوم، واحنا نايمين نغطي راسنا. حبس البول، تراكم السموم. طبعا كل الحاجات دي بتؤدي الى طبعا تدمير الدماغ. بعد اذنكم اعملوا مشاركة للفيديو ده، لان فيه معلومات حلوة جدا جدا جدا، اكسبلور كتير، فيدوا ناس كتير بجد، لان في ناس مننا بتجهل المعلومات دي، ودي انا شايفة ان هي معلومات قيمة، ما تستخسروش في ان انتوا تعملوا لها مشاركة. الشمام افضل فاكهة لمريض السكر عشان هو بيحتوي على بيتا كاروتين وفيتامين سي، مفيدين جدا لمرضى السكر. بس مش هتاكليه بغزارة، هتاكليه بعقلانية. يعني ممكن مثلا تاخدي جزء صغير جدا كل يومين، لان برضو في نسبة سكريات، ولكن هو مفيد جدا جدا لمرضى السكر. لو تابعتي الفيديو ما تنسيش تكتبي لنا تعليق حلو من تعليقاتك الجميلة، واكسبلور بالله عليكم عشان ناس كتير جدا مرضى تستفاد من الفيديو ده، لان بجد فعلا كل الكلام اللي فيه مفيد ومهم جدا جدا جدا. وربنا يجعلكم دايما سبب في شفاء الناس وفي الخير اللي ممكن الناس تقابله. اشوفكم ان شاء الله باذن الله بخير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.